آلاء عبد العزيز. وفكرة الترند زي ما بيقال، وفكرة التحول لواحدة كانت مذيعة في برامج دينية لواحدة قلع الحجاب وبتطلع وطريقة الكلام والحركات. هو بس سؤالي هنا، هو هل اللي بيبقى عيان، يعني دلوقتي أنا إنسان عيان، العيان بيروح يتعالج؟ يعني أنا دلوقتي لا قدر الله وربنا يعافيني ويعافي ناس كتير، لو لقيت نفسي تعبان أو عندي مشكلة أروح للدكتور أقول أنا عندي 1 2 3. لكن هو مش الغريب ان العيان ده يطلع ويحط نفسه لايف او يحط نفسه قدام كاميرا الموبايل ويبدأ يسجل ويقول لك انا تعبان ومش عارف اعمل ايه وحالتي صعبة وبعدين العيان ده لازم يجي على نقيض الحال اللي انت كنت عليه، واخش لايفات مع ناس تانية وابدأ اتكلم. هيجي حد يقول لي طب هي كانت محتاجة ايه؟ يعني فكرة واحدة مذيعة على قناة في التلفزيون والناس كلها بتشوفها، ايه اللي يخليها محتاجة تعمل كده؟ لا، هقول لك انها محتاجة تعمل كده، وناس كتير مما يتصدرون في البرامج الإعلامية في وسط ديني او كدعوة. اولا البرامج الدينية ما تقنعنيش انها تأكل عيش. يعني لو هيجي يتقال ان في اعلانات بتتحط على البرامج، كام ريسبونسر او كام شركة معلنة هتيجي تحط اعلانات على برنامج ديني؟ ما كانش حد غلي وكانت البرامج الدينية غرقت الدنيا. فانت عندك ما تقوليش ان هي كمذيعة محققة الفلوس والارباح اللي تخليها يعني يا هنا يا هناك بالبلدي كده. الحاجة التانية، واحدة لما هتتصدر ان هي مذيعة برامج دينية في التلفزيون، شوية ده بيبقى عامل قيد. بمعنى انا لما اكون واحد ملتحي مربي دقن قد كده وطالع اقول لك قال الله وقال الرسول، مش من الطبيعي ان انت تيجي تشوفني في اي وضع مخل. مش من الطبيعي انك تشوفني في الشارع عمال ابصبص لوحدي. مش من الطبيعي ان انت شايفني في الشارع وعمال اشرب السيجاره وعمال انفع دخانها. مش طبيعي انك تلاقيني ماشي وحاطط ست في ايدي ما شكلها مش مظبوط. مش طبيعي. ممكن ده وارد يحصل من اي حد، بس حتى لو حصل من ابو دقن هيحصل في الخفا. هيحاول ان هو يستر نفسه. ليه؟ لاجل ان الناس هيبقى بصاله، هتبقى بص الشيخ ابو دقن بيعمل ايه. كذلك اي واحده متصدره برامج دينيه او برامج فيها توعيه دينيه، اي حركه او اي موقف او اي تعامل هتعمله هو محسوب عليها وهيشار ليها ان انت صاحبه يعني كلنا لا ننسى ان هي تعتبر من احد الدعايات اللي هي سعاد صالح لو انا متذكر الاسم. وكان واحد بيطلع ينتقدها يقول لها انت ازاي بتقولي قال الله وقال الرسول وانت ناتفه حواجبك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في النص الحديث النامصه والمتنمصه. انت ازاي جايه شايله حواجبك؟ مش ده موضوعنا، بس هو اي واحده بتطلع تتكلم في التلفزيون بتتسأل السؤال ده او بيشار ليها في الحته دي؟ لا. طب ليه يشار لسعاد صالح او يشار لاي حد هيطلع على التلفزيون هيتكلم كلام ديني؟ لان انت صدرت نفسك في زون معينه او في شكل معين. ساعتها هيعاب عليك انك تعمل اي حاجه غلط. طب ده انا بقوله ليه؟ بقوله ان محدش يقول لي ان هي اصل هي كانت مش محتاجه، اصل هي كانت مذيعه في التلفزيون فهي محققه الشهره ومحققه الفلوس. لا، الفلوس مش بنفس القدر الكافي زيها زي ما بتعمل او تعمل اي برنامج تاني ترفيهي مثلا على التلفزيون، ومش زي ان هي هتكون مقيدة الحركة ومقيدة الكلام ومقيدة في كل حاجة ممكن تعملها في حياتها، لانها في الاول في االاخر هي متصدرة مشهد ديني، مشهد دعوي، فمش هتقدر تعمل اللي هي عايزاه. سبحان الله بقى، يعني سبحان الواحد ان واحدة تنام وتصحى تعيا. طب انت عيتي جالك ايه؟ لا، جالي ان انا بقيت واحدة بتقلع الحجاب مش عارف انا بتصرف ازاي، واروح مطعم اكل فيه واسوق للمطعم، واروح اطلع لايف مع واحد معرفش اسمه شاكر ده من اشهر الناس اللي بتعمل لايفات، واطلع اتكلم واهزر واضحك. مش غريبة شوية؟ يعني انت مش غريبة شوية طريقة التحول دي؟ ولا هو الموضوع حبينا ان انا اخرج من الحاجة اللي انا كنت فيها، بس مش هخرج كده سكيتي، اخرج باي حاجة فيها جلل، فيها حاجة تسمع تخلي الناس تقول اسم كتير. قاعدة عامة في اي وسط اعلامي الا من رحم ربي، وبالذات مع الستات، الكلام ده مش هيكون مع الرجال. كل ما هيكون عندك القدرة انك ما تتكسفيش وتتنازل عن مبادئك واخلاقك، وخلينا نقول ما نتكسفيش دي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لم تستحي فاصنع ما شئت. ما بتتكسفيش يعني هتقدري تعملي اي حاجه
محدش هيقدر يبص، يعني انت تبقى عينك ما شاء الله تقدري تبص في عين اي حد مع اللي انت بتعمليه. ف يعني احب ابشرك ان انت هتبقى من انجح الناس ومن اشهر الناس، ومفيش حد مش هيعرفك. يعني واحده برضو لا نغفل عن اسم كده زي اسماء جلال، واحده في بدايه حياتها كانت الانسانه المهذبه، اللي هو الحجاب واللبس اللي هو لبس البنات اللي هو العادي بتاعنا في مصر يعني، اللي هم المحجبات. يعني اول ما بدات تتشهر الجسم مش عارف من فوق بقى ازاي والرجلين ازاي. مين دلوقتي ما يعرفش اسماء جلال؟ بس هو قبل ما نقول ان هي اسماء جلال عشان التمثيل، برضو ما ننساش ان عامل القلع واللبس والحاجات اللي بتتقال وبتتشكل تثير الجدل للناس، ده كان عامل ان صوتها يتذاع وانها تتعرف وسط الناس. مثلا برضو على سبيل المثال جات على بالي دلوقتي واحده زي منة شلبي. منة شلبي دي للناس اللي في سني هيبقوا عارفين بدايات منة شلبي. منة شلبي كانت عملت مسلسلات وعملت ادوار في افلام كانت بتعدي كده، ما فيش حد بيعلم معاه اسم منة شلبي. اسم منة شلبي بدأ يعلم مع الناس من بداية المشاهد اللي عملتها في فيلم الساحر، واللي كتير مش محتاجين نوضحها، وطريقة الكلام وطريقة الحركات اللي كانت بتتعمل. فقاعدة للست اللي عايزة تشتهر في المجال ده، في اي مجال اعلامي، والله كل ما انت تقدري كده نفسك تتسلط عليك وان انت تقدري تعملي اي حاجة بدون ما تستحي وبدون ما تتكسفي، لا هتنجحي وهتتشهري وهتبقي فنانة كبيرة والموسوعة. فأستاذة آلاء، لو انت حضرتك فعلا تعبانة، التعبان بيروح بيتعالج، التعبان بيروح يكشف يشوف مشاكله ايه، سواء بقى اللي هي سواء الجسمانية او النفسية. مش محتاجة تطلعي قدام الكاميرات. اما لو انت الموضوع تحقيق وشهرة اسم، فالناس اللي ما كانتش تعرف آلاء المذيعة ما شاء الله عرفت دلوقتي ليلي واسمك سمع والناس كلها بقت عارفاكي. وللأسف ان هو بقى ده اسهل طريق دلوقتي ان اي حد يحقق في اي نجاح.